السلام عليكم ورحمه الله. النهارده ميرو جايبه لكم ورقه الكبده سندوتشات، حاجات سهله كده هنعملها مع بعضينا لاولادنا احسن ما نطلع بره وربنا يعيننا على اللي احنا فيه دوت. هجيبها لكم بطريقه سهله جدا وبسيطه، بس بقى عايزاكم تشوفوا الوصفه لانها سهله جدا مش تاخد معانا دقايق. الكبده هتتعمل بطريقه جميله جدا، وكمان هوريكم شكلها لما طلعت من الفرن في اقل من دقايق. يعني بصوا انا عملتها في اقل من دقايق. هتشوفوا دلوقتي قدامكم. بصوا شكل الكبده، الله عليها، الله اكبر، مش محتاجه مني اي كلام ولا اقول لكم ده بصوا الجمال، ده بصوا الحاجات الحلوه، مفيش اي كلام ولا تعليق. بصوا ما حطيناش فيها، طبعا هتشوفوا الوصفه، ما حطيناش فيها اي حاجه ولا ميه ولا اي حاجه، هي كده طلعت الصوص بتاعها من نفسها، والكبديه زي ما هي ماسكه نفسها. بصوا الجمال والحلاوه، ما خدتش ثواني ولا دقايق. بصوا يا جماعه، الله اكبر، اللهم بارك. نجيب بقى الرغيف كده، ميرو تجيب لكم الرغيف كده اهو، وهنقول برضو هنعملها الجمال ده ازاي. حطينا رغيف وحطينا فيه جرجير، طبعا الجرجير ده ليه فوائد كتيره جدا، واي حاجه ورقيه بتخسس، بتبقى اللي بتشفي القلب، حاجات كتيره جدا. طبعا انا هقول لكم في الفيديو ايه فوائد الجرجير وايه فوائد الكبده كمان لينا. تمام، بصوا بقى، بصوا الجمال ده، حبه كبده يعني ما تقولوش لاي حد ولا تروحوا اي محلات ولا الكلام ده، في بيتك انتي المحل والمطعم الجامد جدا. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم في الشكل ده؟ وكمان بقى لو عيالنا بقى بيحبوا سلطه الطحينه الجامده دي، يعني مش مكلفه ولا اي حاجه. قولوا لي بقى ايه رايكم في الساندوتش ده؟ كفايه كده يا ميرو. خش على المقادير: 5 فصوص توم، وهنجيب معلقه بابريكا وكركم وفلفل اسود وملح وطماطم وبصل شرايح، وكمان فلفل رومي، وكمان هننزل بالثوم في قلب مع السمنه، نقلبهم تقليبه حلوه. ننزل بيهم بقى بالكبده الشرايح بتاعتنا، نكون غاسلينها كويس وبالليمون ونقعينها حلو قوي. اهم حاجه الغسيل يا جماعه عشان الزفاره. هنقول بقى يا جماعه عشان ما ننساش الفوائد بتاعه الكبده. الكبده ديت فيها حاجات كتير، يعني بتحتوي على حاجات كتيره جدا. فيتامين المعادن، مثل مثلا فيتامين أ والحديد والنحاس وحمض الفوليك والفيتامينات ب، وكل حاجة بقى، وصحة الدم وصحة الجهاز العصبي، والمساعدة على الحفاظ على الوزن. طبعا أهم حاجة الحفاظ على الوزن، لأن طول ما وزننا مظبوط صحتنا زي الفل. وبيساعد على حاجات كتير والله يا جماعة. الكبدة دي حاجات وفيها السعرات الحرارية بتاعتها ضعيفة جدا، يعني قليلة جدا، يعني بتساعدك على كل حاجة في جسمك. يعني احنا كده قلنا فوائد الكبده، اللهم بارك، حاجه كده من الاخر اكله. بس اهم حاجه ما تاكليش اكتر من مره في الاسبوع، يعني اكتر من مره لا مش حلوه، يعني انا ما منصحش بيها. تمام كده اهو. هنخش بقى على ايه؟ على فوائد الجرجير، عشان برضو ما ننساش، برضو ما دام قلت كده يبقى نقول بقى كله. الجرجير بقى يحتوي على حاجات كتير، حاجات المركبات النباتيه والفيتامينات والمعادن، وبيحافظ على نمو الشعر، يعني بيكتره ما شاء الله، وبيقلل من مشاكل مثلا المختلفة اللي هي زي مثلا ايه تقصف الشعر، تساقطه، جفافه، الشبه المبكر. يعني ما شاء الله حاجات كده جامدة، يعني في فيتامين جامد جدا. اوعوا تنسوا ان انا قلت لكم على الحاجات دي، وحاولوا ان كنتوا تحافظوا على الجرجير وتاكلوه على طول. الجرجير كله وكتروا منه، مش زي الكبدة. الكبدة مرة واحدة، انما الجرجير كتير وكتروا على قد ما تقدروا. احنا هنا شوحنا مكان ما طلعنا الكبده على ورقه الكبده، حطيت مكانهم البصل والفلفل الرومي. بعد كده بقى نزلت عليهم بمعلقه فلفل اسود، معلقه بابريكا، معلقه كركم، ومعلقه ملح على حسب تذوقك انت بقى للملح، ورحت مشوحاهم مع بعضيهم. وما شاء الله الريحه كانت جايبه، يعني مش هقول لكم، جايبه المجاوره بتاعتي كلها جامده جدا. وبعد كده قطعت شرايح طماطم، انت بقى حابه تحطي فلفل حراق براحتك، حابه تحطي زي ما انت عايزه، اي حاجه عايزاها. عايز تحطي طماطم، مش حابه الطماطم براحتك. انا ما رضيتش اعملها سبايسي عشان ولادي صغيرين، فعملتها وقفلت ورقه الفويل وحطيتها في الصينيه. عندك بقى طاسه، صينيه، زي ما تحبي حطيها على النار من فوق، عايز تحطيها في الفرن براحتك. بصوا بقى ورقه الكبده يا جماعه، الله على الجمال، الله على بصوا شايفين الصوص بتاعها، يعني حاجه كده اللهم بارك، جميله جدا. احنا بقى هنعمل ايه؟ خلوا بالكم، بصوا الصوص ده يتشرب كده، حاجه كده جامده جدا. طيب هنعمل ايه يا ميرو؟ بصوا بقى احنا بنعمل ايه؟ سندوتشات الكبده. بصوا ما شاء الله الكبده، بصوا فاضله كمان، كل ده بنص كيلو كبده. خليكم عارفين احنا عملنا الكميه دي قد ايه، نص كيلو كبده. طبعا انتوا بتطلعوا تجروا على المطاعم، وانا ضد المطاعم طبعا، انا مش بوقف رزق حد،
بس انا ضد ان انا اجيب اكل من بره، انا اعمله بايدي احسن وانضف. بصوا الكميه بتاعت السندوتشات، طبعا انتوا بتجيبوا السندوتشات دي من بره يعني الله يعينكم على اللي انتوا فيه. بصوا شكل السندوتش اهو احلى من بره مليون مره. حد يجي يقول لي في الكومنت لا احنا بنجيب اجمل واحلى من بره. بصوا بقى كده اهو. ايه رايكم بقى في كميه السندوتشات؟ وكمان مش مكلفه خالص، بصلتين عملناهم، طماطميتين، يعني حاجات بسيطه جدا، ورحنا جبنا وطبعا سلطه الطحينه وما عملناش اي تكلفه. وادي اهو الكبده اهي، بصوا لسه موجوده نص كيلو، يعني يعمل لنا دول 3 سندوتشات تاني، 3 رغيف. انا بقى عايزه رايكم في الفيديو ده، وعايزه منكم لو انتوا لحد دلوقتي معانا في الفيديو والحمد لله مشرفينا ومنورينا، ربنا يخليكم ليا طبعا. عايزاكم اشتراك ولايك وكومنت وكلمه حلوه وتشجيع ميرو. وادي السندوتشات اهي جميله جدا. ايه رايكم بقى في الفيديو ده؟ ان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله انتظرونا في الفيديوهات الجايه هتعجبكم باذن الله. باي باي.